ما هي إصابتك ومن محدثها وبأي شيء أحدثها. عايزك بالله عليك ما تجود ولا تفتي وتقول كل الإصابات اللي موجودة عندك بالظبط، ومين اللي يعمل لك الإصابات دي. يعني عندك إصابة هنا وهنا وهنا وهنا، مين اللي أحدث الإصابة دي ومين اللي أحدث الإصابة دي ومين اللي أحدث الإصابة دي، وكل واحد أحدث إصابته بإيه. وذكر الأداة في إحداث الإصابة مهم جدا جدا، لأن دي كلها اللي فيها الثغرات يا معلم، اللي فيها البهاريز بقى زي ما بيقولوا. ازاي؟ يعني مثلا ما ينفعش تروح تقول ان ده ضربني بخشبه ولاقي عندك جرح قطعي، الخشبه لا تحدث جرح قطعي. ما ينفعش الاقي عندك كدمه اللي هي حته ورم كده عندك وتقول ده ضربني بسكينه او بمطوه، السكينه او المطوه تحدث جرح قطعي، ما بتعملش كدمات، وهكذا. لان المحكمه بتركز على الاصابات والادوات المحدثه للاصابات بالظبط. بالنسبه بقى لو ذكرت اصابات مبالغ فيها وطلع التقرير الطبي ما فيهوش الاصابات دي، فانت هتفقد المصداقيه بتاعتك. ولو ذكرت اصابات اقل من الاصابات اللي عندك والتقرير الطبي يعمل معاك الواجب زي ما انتم عارفين، وجاب اصابات ازيد من الاصابات اللي انت ذكرتها، برضو التقرير الطبي بتاعك ده هيفقد المصداقيه بتاعته قدام المحكمه.